في يوم 3 فبراير 2004 بتلعب مصر ماتشها الأخير في دور المجموعات في أفريقيا 2004 ضد الكاميرون، وبيخلص الماتش بالتعادل السلبي ما بين الفريقين. وبرغم إن مصر بتتعادل مع الجزائر في عدد النقاط، إلا إن الجزائر هي اللي بتوصل للدور الثاني ومصر بتودع من الدور الأول. وبعدها بيطلع قرار من الاتحاد الأفريقي إن هو يخلي التصفيات أفريقيا 2006 وتصفيات كأس عالم 2006 الاتنين مع بعض، علشان المتصدر في المجموعة يروح كأس عالم 2006 والتاني يروح أفريقيا 2006. وأكيد طبعا المتصدر هيلعب أفريقيا، ما هو مش واقع إن هو يروح يلعب كأس عالم ما يلعبش أفريقيا. فبتخش مصر تصفيات كأس عالم 2006 وفي أول 5 ماتشات بتكسب 2 وتخسر 2 وتتعادل في ماتش، علشان بعد النتائج دي يكون امل مصر في الوصول لكاس العالم شبه مستحيل. فبيطلع قرار مهم جدا من الاتحاد المصري هيغير كتير قوي في الكره المصريه، والقرار هو اقاله المدرب تارديلي وتعيين حسن شحاته مدرب لمنتخب مصر. ايه بقى الحكايه وايه اللي قدر حسن شحاته يعمله مع منتخب مصر؟ ده اللي هنعرفه في الجزء الاول من حكايه الجيل الذهبي لمنتخب مصر. مع بدايه المنتخب المصري مع حسن شحاته بيقدر المنتخب ان هو يعمل نتائج قويه جدا، زي ان هو بيقدر يتعادل مع بلغاريا 1-1 ويكسب بلجيكا 4-0. والنتائج دي طبعا خلت ثقه الاتحاد تعلى في حسن شحاته وثقه الجمهور ترجع تاني في المنتخب. الناس كلها الفتره دي فضلت تقول ان المنتخب ده هيعمل حاجه وهيوصل لبعيد قوي. طبعا ما احنا كسبانين بلجيكا 4-0، لكن الدنيا ما بتكونش وردي وسلسه قوي كده، علشان في تصريحات كتير جدا طلعت وقتها بتقول ان الاتحاد المصري عايز يمشي حسن شحاته. وده اللي بعدها بسنين اكدوا حسن شحاته في تصريح صحفي في 2010 وقال: كان هناك تربص كبير بي وكانوا يريدون اقالتي، واحد اعضاء المجلس اخبرني بانهم سيقومون باقالتي في حال خسرت مصر امام الكاميرون في باوند في اخر مبارياتنا في التصفيات المؤهله لكاس عالم 2006. رغم اننا كنا ودعنا التصفيات مبكرا، لكن مصر بتخش تلعب الماتش قدام الكاميرون في باوندي وتتعادل معاها 1-1. والنتيجه دي مش بس تعادل، النتيجه دي بتخرج الكاميرون من كاس العالم وتوصل كوت ديفوار. اتفضل اهو المدرب من اولها هيخلي الكاميرون تزعل مننا. بتبدا استعدادات منتخب مصر كاس الافريقيه 2006، وبيعمل حسن شحاته مفاجاه كبيره جدا في القايمه، وهي اشراك حسام حسن. حسام حسن في الوقت ده كان عنده 39 سنه، والقايمه بيجي فيها مفاجاه تانية وهو ابراهيم سعيد. رغم ان الاثنين دول كان بقالهم فتره كبيره جدا ما بيلعبوش مع المنتخب المصري، وطبعا الاعلام ما بيسكتش، خصوصا ان البطوله دي كانت هتتلعب في مصر والفريق ده بدا يتحسن كتير جدا مع حسن شحاته، فالتطلعات كانت فوق قوي في السماء. وكنت دايما كده تسمع اي حد يقول لك مصر هتاخد البطوله دي، ولكن تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن. المنتخب بيخش يلعب اخر ماتش ودي ليه قبل البطوله ب6 ايام قدام جنوب افريقيا في مصر، ولكن بيخسر جوه استاد القاهره 2-1. وده طبعا بيخلي الشك يرجع للجماهير والاتحاد، هل المنتخب قادر ان هو يعمل حاجه ولا لا؟ فعلى طول بيطلع حسن شحاته عشان يلم الموضوع ويعترف بضعف الاداء ويوعد بالعلاج. بتبدا البطوله وبيقع المنتخب المصري في مجموعه بتضم ليبيا وكوت ديفوار والمغرب، وبتقدر مصر هي تخلص المجموعه في المركز الاول بعد الفوز على كوت ديفوار وليبيا والتعادل مع المغرب. ومع الدور الاول بيظهر لنا نسخه مرعبه جدا من عماد متعب وابو تريكه. خليكم مركزين مع الاثنين دول عشان هيطلع منهم تنين بعد كده. بتدخل مصر دور الثمانيه افريقيا ضد جمهوريه الكونغو، وبيكون ماتش سهل جدا على المنتخب المصري، وبيقدر ان هو يخلصه بنتيجه كبيره جدا 4-1، علشان بعد الفوز يتاهل المنتخب المصري لدور الاربعه لاول مره من سنه 98. بعدها بتخش مصر دور الاربعه افريقيا قدام السنغال. ماتش هيكون صعب جدا على المنتخب المصري، خصوصا المنتخب السنغالي في الوقت ده كان قوي جدا، ولكن في الدقيقه 36 بيقدر احمد حسن ان هو يجيب الهدف الاول لمصر من ضربه جزاء علشان يخلص الشوط الاول 1-0 لمنتخب مصر. ومع بدايه الشوط الثاني كوره طويله بتتلعب لمامادو ديانج براسيه بيجيب بيها التعادل للسنغال، وبيفضل الماتش على كده لغايه الدقيقه 77 لما بيقرر حسن شحاته ان هو يخرج ميدو مهاجم توتنهام ويدخل مكانه عمرو زكي مهاجم انبي. واللي بيخلي التبديل ده مش تبديل طبيعي ان ميدو هو خارج بيتخانق مع حسن شحاته وبيقول للمدرب: انت ليه خرجتني وازاي خرجتني وانا لازم اكمل الماتش. اللي هيخلي بقى التبديل ده اغرب واغرب ان عمرو زكي بعد نزوله ب3 دقايق بيجيب الجول الثاني لمصر. فبعدها ميدو بيتنح وحسن شحاته بيجري بهستيريا في الملعب والجماهير كلها بتتنح. عملتها ازاي دي يا عم حسن؟ اهو ربك لما بيريد بقى. علشان يخلص الماتش 2-1 لصالح مصر وتفوز مصر على السنغال، وبالفوز ده بتتاهل مصر للنهائي عشان تلعب كوت ديفوار اللي كسبتهم في المجموعات 3-1.
3 بنوصل للنهائي، ولكن موضوع خناقه ميدو مع حسن شحاته لا يمر مرور الكرام، علشان بيقرر الاتحاد المصري لكره القدم ايقاف ميدو 6 شهور عن اللعب مع المنتخب. يعني انت جاي توقف احسن مهاجم في مصر في النهائي؟ مش كده وبس، ده الناحيه الثانيه كوت ديفوار كامل بكل نجومه، عندهم ديديه دروجبا نجم تشيلسي، وعندهم يايا توريه نجم اولمبياك. يا عم كنت سبته بس نخلص النهائي وبعد كده اعمل فيه اللي انت عاوزه، ما حبكتش دلوقتي. بيبدا الماتش النهائي بين مصر وكوت ديفوار في استاد القاهره في حضور 80,000 متفرج. انا فاكر يوم الماتش ده كل حاجه كانت مقفله، الناس كلها قاعده بتتفرج على الماتش، بس 80,000 مصري في الاستاد ووراهم 100 مليون مصري ورا التلفزيون. بيبدا الماتش كويس جدا ما بين الفريقين، ولكن مع الدقيقه 17 بتاتي الرياح بما لا تشتهي السفن، علشان بيتعرض المدافع وائل جمعه لاصابه وما بيقدرش ان هو يكمل الماتش، فبيضطر حسن شحاته ان هو يخرجه وينزل مكانه احمد فتحي اللي هو اصلا باك، وده كان تبديل غريب جدا مش مفهوم، خلى الناس كلها تقعد متنحه. انت بتعمل ايه يا عم حسن؟ ده احنا في النهائي. بيفضل الماتش مكمل صعب على الفريقين، ماتش ما فيهوش ولا فرصه، ماتش مقفل جدا زي ما بيقولوا كده، ماتش ال1-0 علشان يخلص الماتش 0-0 ويروح للاوقات الاضافيه. ومع بدايه الوقت الاضافي الاول وتحديدا في الدقيقه 97 بتتحسب ضربه جزاء لصالح مصر، بيخش احمد حسن ينفذها وبيحطها في العرض علشان يفضل الماتش على حاله ويخلص الشوطين 0-0 ونروح نلعب ضربات الجزاء. ومع بدايه ضربات الجزاء بيتحول عصام الحضري من حارس كره قدم الى تنين في المرمى. بتبدا ضربات الجزاء وبيقدر عصام الحضري ان هو يصد ضربتين جزاء، الاولى من ديديه دروجبا والثانيه من باكاري كوني، علشان يتسبب عصام الحضري في فوز مصر بضربات الجزاء والمباراه والبطوله، وتتوج مصر بكاس الامم الافريقيه الخامسه ليها في تاريخها. بعدها بتخش مصر تحضيراتها لبطوله افريقيا 2008. ايه بقى اللي حصل في البطوله دي وازاي قدر حسن شحاته ان هو يكمل مع المنتخب؟ ده اللي هنعرفه في الحكايه اللي جايه. بس طبعا في النهايه اهم حاجه انك ما تنساش اللايك والسبسكرايب والفولو، وروحوا اتفرجوا على الحلقات القديمه. سلام.